بينزل من على ودنه بحبل لحد رجله، وبيفتح باب في رجله وبنشوف جوه اسلاك. والراجل الصغير ده بيبدأ يصلح العطل اللي حصله بسبب خبطة العربية. بعدها بنشوف انسان صغير تاني بيسجل بيانات رجل الراجل، وبعدها بيروح لمركز مخ الراجل، وبنعرف ان الراجل ده عبارة عن روبوت جاي من الفضاء، وجوه جسمه موجود 100 مخلوق فضائي صغيرين بيتحكموا فيه، واللي بيدير ال100 دول روبوت واحد اسمه الكابتن، وكل واحد من ال100 فضائي صغيرين دول بيتحكم في جزء معين من جسم الروبوت. بعدها واحد منهم بيوصل تقرير للكابتن بيقول له ان الدروع بتاعه الروبوت اتعطلت بسبب الاصطدام في الارض، وبيقول كمان ان الروبوت هيفضل شغال كويس خلال 48 ساعة بس وبعدها هيفصل، وان نظام تتبع الروبوت اتعطل. فالكابتن بيجمع فريق القيادة عشان يلاقوا حل للمشكلة دي، وبنعرف انهم جايين من كوكب تاني بيمر بكارثة بسبب انعدام الطاقة عندهم، والكابتن بيقول لهم انهم لازم يلاقوا كرة الطاقة اللي هبطت على كوكب الارض من 3 شهور عشان ينقذوا بيها كوكبهم من الكارثة.